هسه بالنسبة للأبراج الهوائية. الأبراج الهوائية 3 أبراج اللي هي الجوزاء والميزان والدلو. نبلش بالبرج برج الجوزاء. برج الجوزاء يبلش من مواليد 21/5 إلى مواليد 20/6. صفات هذا البرج ازدواجي. هاي أول شي ممكن تعرفيه عن الجوزاء، ازدواجي. يعني ممكن يضحك، ورا شوية يبكي، ورا شوية يفكر، ورا شوية ينام، ورا شوية هيك يعني هو متعدد الشخصيات. مرح، مبتكر، يعني فنان، يعني مبتكر، يخلق من اللا شيء. النساء عندهم الغيرة مو هالقد. بالنسبة النساء يعني مثلا تشوف مثلا وحدة أحلى منها، هي ما حد غار منها إنه هي أحلى منها، بالعكس هي ممكن تطلع وياها لأن هي حلوة. هم هيك عندهم. الجوزاء كرجل هو جسم رجل بس بروح طفل، فعلا معروف هذا الشيء. يعني محمد السالم برج الجوزاء ممكن يضحك، ممكن يبكي، وعندهم شغلة شلون أقولك، قراراتهم مو ثابتة، يعني ما يثبتون على قرار. مثلا اليوم أني مثلا أنا مقررة اليوم أروح سفرة، وراها أروح نزهة، هو ممكن يعني يطلع لك بهذا الشيء مثلا لا أروح سفرة وراها أروح الفندق، وراها أروح المول، هيك يعني ما يمشي حسب. يعني هو يعني يحط خطة بس ما يمشي عليها، يعني متعدد، يعني متغير. اي متغير يعني، ومزاجه حسب المزاج يمشي. يعني الشغلة هاي مزاجه اليوم حلو يسويها، مزاجه ما حلو ما يسويها. بس هم يحبون الدراسة، يحبون فضوليين، ويحبون يستكشفون كل شيء مثل الأسطورة مالتهم. يعني الاستكشاف هذا ممكن يوديهم للموت ويفوتون به. الرجل يعني الرجل الجوزاء احنا قلنا عليه غيور شوية ناحية حبيبته وهاي، وبنفس الوقت يعني ما يبين لها هذا الشيء، بس بنفس الوقت يحسسها انه. وعندهم شغلة اني معاشرة هواي جوزائيين، من تصير عركة مثلا اني ووحدة جوزاء، من هي تكون غلطانة تطلع لي الوجه الملائكي مالتها، يعني تخليني اسامحها بهذا الوجه. من انا غلطانة تطلع لي الوجه الشيطاني. وعندهم عصبيين، يعني تكونين تضحكين تشغلين فجأة تلاقيهم يكفشوك من شعرك، كلش عادي كلش عادي. والجوزائية شلون اقول لك اياها، ياخذون كل شيء عليهم. مثلا انا بس راد انا احكي والله اليوم الجو حلو، ياخذوها عليهم، هي مو يوم الحكي بس المهم ياخذوها عليهم. عندهم يعني اول ما تعرفون عليهم يكونون هادئين، يعني تقولين انه هذول يعني مسالمين ما عندهم شيء، بس من تعرفيهم يعني اذا حبوك وامنوا لك راح يشكوا لك همهم، يصيرون اطفال بيديك. انا منتبه على هذا الشيء. يحبون يطلعون شوي. يعني انا مجربه طلعه ويا برج الجوزاء كلش حلوه، تخليش تنتبهين على شغلات انت ما كنتي منتبهه لها قبل. يعني عندي صديقتي مره طلعت وياها مره مرتين برج الجوزاء، هي يعني خلتنا ننتبه على شغلات كلش حلوه. الوانهم، طريقه اختيار الالوان باللبس، بالفاشن، يسوون لوحه مثلا، يلونون رسمه، يسوون ديكور اثاث، اختيارهم للالوان يكون زاهي، يعني الوان تبرق لازم، يعني حتى لو مو متناسقه المهم انه تبرق. يعني تلاقين يعني تعرفين الجوزاء من طريقه لبسه، انا اشوفها بالنسبه لي غريبه، يعني لا حلوه لا مرة، غريبه. المرأة الجوزاء متعددة، يعني مثلا لا تجبريها على شيء، الضوج يعني ممكن تنصحيها تتقبل النصيحة هي برج الجوزاء، لأن هي تريد الأفضل لها، وهي يعني فضولية فتريد تعرف يعني شنو رأيك، يعني شو مسوين اليوم، شو راح نسوي باكر. هم فضوليين فهم ممكن يتقبلون النصيحة منك، لأنهم هم يعني ممكن يقولون إنه ما يتكبرون ويقولون لا شو اتقبل نصيحة علشان احسن منها، لا ممكن هاي تعرف اكثر مني بهذا الموضوع فتتقبل النصيحة، ما تغار من صديقتها، ما تغار. بس هي شلون اقول لك، جوزاء بالحب غيورة،
بالحب غيورة. مثلا انفصلت هي وحبيبها، تلاقيها تدق وترقص، ورا ساعة تلاقيها تبكي، ورا ساعة تلاقيها مو يم الحكي، ورا ساعة حتى وهي مكبلة. هاي امرأة يعني امرأة ورجل من تكون بعلاقة حب ما يقدرون يمنعون نفسهم ان يبيعون الغير شخص، انه باع هذا شلون حلو، او شوف هاي شلون حلوة. هم مو بدهم، هم هيجي وما يعتبروها خيانة، لا عادي، لا عادي يعني. ساعة ينطون بحبيبهم، ساعة يعني يحبونه. الأسطورة مالتهم هم أولاد الثور، هم توأم، ولد وبنية. لا مو ولد وبنية، هم توأم ولد اثنين. فالأسطورة مالتهم تقول إن هذول التوأم يعني هم الأمراء، يعني كانوا فهم كبروا وصاروا شو مراهقين شباب هيجي. فهم كان عندهم فضول الصوف هذا الصوف مال الحمل، الصوف الذهبي مال الحمل. فراحوا يريدون يعني يسوون مغامرة إنه يريدون يروحون يتملكون هذا الصوف. فيروحون يعني راحوا بمغامرة. واحد منهم وقع بوادي مدري، يعني صارت له مشكلة، هو وقع بوادي أكثر شيء أنا أقول. وقع بوادي، واحد منهم وقع، فالأخ ما رضى يعوفه، ظل وياه للموت يعني. يعني شوف هاي المغامرة مالتهم والفضول ودتهم للموت. بس واحد منهم كان ممكن انه ينجي، بس هو ما رضى يعوف توامه. فهاي الأسطورة هي مالتهم. فأبوهم زيوس أو جوبيتر اللي هو الثور، تكريما يعني وقتها من ماتوا يعني حزن كل اللي يعرف. فتكريما لهم رفع نجومهم بالسماء، فصارت أسطورة الجوزاء. هاي بالنسبة لأسطورة برج الجوزاء. نجي هسه على الميزان حاكمة، الكوكب الحاكم هو الزهرة، نفس برج الثور. فهذا ممكن يخلي اكو توافق بينه وبين الثور. الميزان السياسي مال الأبراج، الدبلوماسي، بس هو عنده متردد جدا يعني بالقرارات، حتى بأبسط الأشياء متردد، يعني أكثر شيء يسمع رأي الآخرين مو رأي نفسه. بس هو مسالم يعني ومو عصبي، بالعكس يعني ما تقدرين تستفزينه صراحة، بس صوته عالي. امرأة ورجل صوته عالي. بالامرأة شلون أقول لك إياها، هو بالامرأة إذا زوجت عندها نمبر 1 هو زوجها، يعني الأولوية زوجها، تسوي الأكل اللي يحبه زوجها، تلبس الشغلة اللي يحبها زوجها، كل شيء يعني حياتها تصير عن هذا الرجل. يعني ما تقدر تعيش بدون حب، هي يعني محبة وتحب المديح، انك تمدحيها. يعني مثلا جيتي ضيفة عندها فدا تعطيك مثلا شراب او عصير او كيكة، انت بعدش ما ضايقتها، بعدش ما ضايقة الاكل، لازم تقولها الله عاشت ايدك. هم يحبون شوية المجاملة. فهي شلون اقول لك، من تخلف عندها توافق ويا الذكور اكثر من الاناث، يعني شوية عندها هذا الشيء. بالرجال صوته عالي، البشير شو احمد البشير صوته عالي، بس دبلوماسي. عنده افكار يعني افكار الميزان متفتح، يعني متفتح، سياسي، دبلوماسي، على يعني اذا حبك يعني نيالك. انا اقول النيالها اللي يحبها الميزان، امرأة او رجل. يعني غيور، هو كلش غيور، بس يخليش على راحتك، يعني ما يضغط عليك، شو تريدين يجيب لك. هو كلش حلو كأب يعني ربي أولاده على إنه ما لكم علاقة بأحد، ويعني كلش حلو الميزان. ممكن يتوالم ويا الثور، أو ممكن يتوالم ويا العقرب، يعني بشرط إنه العقرب يكون هو المهيمن مو الميزان. يعني أنا بالنسبة لي شخصاً أنا أحب رجال الميزان، عقلهم كلش حلو، أنا يجذبني بالرجل عقله كلش حلو متفتح. بس شنو بي تردد وأفكاره، يعني هو كبرج هوائي أفكاره ما تكون هلقة ثابتة، لازم تلاقين بتناقض بأفكاره.
لا اسوي هيك، لا ما اسوي، لا ارجع اسوي هيك، هو هيك. إيه. الاسطوره مالته اكو اسطوره تقول انه هو تابع البرج العذراء، يعني هو الاداه مال ميزان هي اصلها ترجع برج العذراء، لان الهه الحكمه هي برج العذراء، فعلى مود توزن بعدل وبحكمه يحتاج لها هذا الميزان، فهو تلاقين ميزان وعذراء يتفاهمون. واكو اسطوره الاخ تقول انه الالهه ارتميس كانت مو معصوبه العينين ولا عندها يعني سيف، كانت تباوع مثلا تجيها قضايا لازم تحكم بيناتها، ما تحكم بالعدل، تحكم حسب الشكل مال القضيه، يعني ما تحكم بالعدل يعني. فزيوس عاقبها انه شد يعني حط عصمه على عينها وانطاها ميزان بايدها اليمنى ميزان وبايدها اليسرى سيف الحق. فهي صارت ما توزن الشغلات حسب شكلها، حسب ثقلها، يا هي تثقل يعني اللي يصير ثقيله اكثر هي الحق. قامت تحكم هيك بالعدل بس معصوبه العينين. حتى هنا رحت المحل لقيت هذا التمثال، يعني اي الميزان اي ارتميس يعني بهذا المحل اللي يبيع شغلات مال كوريين لقيناه وقتها هناك. ايه تمثال يبيعوه يعني يبيعوه، واكثريه التماثيل يعني هنا موجوده عن الالهه ارتميس اللي هي الهه العداله، خلينا نقول ميزان عادل. بس عدلت لما انعصبت عينها قام الميزان هو اللي يحكم. فهاي اكو اسطورتين له. هسه برج الدلو اي برج الدلو حاكمه زحل واورانوس يعني، فهذا ينطيه مزاجيه، ساعه تلاقيه يضحك، ساعه تلاقيه يبكي، ساعه بارد ساعه يضحك، يعني ساعه يحبش ساعه مو يم الحكي. واكو هوايه ناس يعني هسه انا متعرفه على دلو، صديقتي دلو، اول ما عرفتها انطيت ميانه وياها، يعني انا اول ما اعرف الشخص انطي ميانه وياه اشوفه يتقبلها لو لا. ف هي اول مره هي شفتها، يعني انا بداخلي قرأتها انه هي حبت الميانه مالتي، بس انه احنا هستونا تعرفنا ما اقدر يعني هم شويه ما يعطوك اياها بالوجه، يعني لازم شلون اقول لك يعرفوك يلا يعطوك الميانه وياك. صح. اي فمن من قامت تعرفني شويه قامت القناع مال الحرص ينزال شويه قامت تعرفني. فهسه انا وياها يعني حكينا وحتى طريقه تفكيرنا متشابهه مع انه تراب وهواء. المرأة الدلو غريبة الأطوار، هم يصيحوا له غريب الأطوار فعلا، يعني يحب شغلات غريبة، ذوقه يعني كامرأة دلو ذوقها يخبل، يعني شخصيا يعجبني. هم شلون اقول لك، هم داخلهم كاتلين نفسهم عليك، بس بوجههم انت يعني رحتي ولا جيتي ما يهمني، هم هيجي. بس اذا حبوك يعني تعلقوا بش صدق لا حيقولوا لك اياها وحيهتمون، يعني هم ايش قد ما تجرحيهم ايش قد ما تاذيهم هم يظلون يسامحون، هم قلبهم طيب، يعني انا اشوف برج قلبه طيب، يعني يعني اذا حبوا شخص ويعني حبوه بشكل كبير يعني راح يوفوله وراح بس لا حد يقيدهم، يعني انا احبك وراح امشي وياك وهمي مثل يعني همك همي وانت صديقي، وهاي بس صديقي ومثلا ممكن حبيبها او رجلها، بس لا تقيدني، اني حسب حريتي، انا عندي عقل، الله انطاني عقل احكم بيه، فمن يشوف علي غلط حاسبني بس لا تقيدني. هاي امرأة ورجل، الرجل نفس بالحب نفس مواليد، يعني نفس صفات الرجل، بس الرجل يكون أجرأ من المرأة. الرجل ممكن يبلش وياك خطوة الكلام، نيجي هو يتعرف عليك، بس هاي بعد وين؟ بعد ما يعرف عنك ويستجمع القوة عمود يعرف، عمود يجي يحكي بوجهك.
يعني شلون اقول لك، كصداقة هم كلش حلوين قلنا، كعلاقة عمل انت ممكن تستفادين او ممكن تستفاد من برج الدلو. عقليته مبتكرة وشغلات غريبة، يعني غريبة بس حلوة، يعني ابتكار غريب وحلو. الأسطورة مالته تقول انه هو برج الدلو هو ابنة آلهة، يعني هي ابنة آلهة. كانت تروح تجيب شلون اقول لك، دلو بالدلو مالتها تروح تجيب مي من البير. ففد يوم هي نايمة فسمعت صوت يصيح لها يقولها تعالي للبير، تعالي، يعني صوت من البير دا يصيحها. فهي راحت للبير، يعني قال لها جيب الدلو مالك وتعالي. فهي راحت للبئر اللي يجيب منه مي كل مرة، فما لقيت أحد هناك يصيحها. فرجعت مرة الأخ صاحها واحد، يعني هو يعني هذا الواحد كان يحبها وهي كانت هم تحبه، فصاحلها يعني قال لها انه صاحلها مرة الأخ انه تعالي. فمرة راحت خطفها ويعني بعيد عن أهلها. فهاي اسطورة، يعني هي اسطورته مرتبطة بالدلو، هاي من اسطورتهم حبية. هسه خلصنا؟ خلصنا.